السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي وصحه جيده. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده كما عودتكم، ونتمنى يا ربي ان الوصفه ديال اليوم اللي غنشارك معكم تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم واحد الحلوه غنيه عن التعريف، سهله، نقدروا نقولوا انها في متناول الجميع. غادي نشارك معكم هذا النهار الحلوه ديال الرخامه. كتجي زوينه بزاف، لا في الشكل ديالها صراحه ولا حتى في المذاق، وكما قلت لكم في متناول الجميع بمقادير اللي هما بساط، ما غنحتاجوش الفران. كتجي يعني كتبقى حتى هذه سهله، والنتيجه ديالها كتجي زوينه بزاف. بالنسبه للحلوه ديالنا هذا النهار غادي نعطيكم المقادير كما موالفين ديما، وبطبيعه الحال ندوزو من بعد للطريقه. اول حاجه انا عندي كاوكاو، خديته كان عندي بالقشور، دخلته للفران سخنته غير على 160 درجه، ومره مره كنحركوه حتى باش كنتاكد انه غادي يتحمر كله بحال بحال، ونحصل على هذا اللون. ها نتوما تشوفوا تمنى يكون باين، كيكون ذهبي وكيجي كله محمر بنفس اللون. من بعد خليته حتى برد وصافي، حكيتوها كتغير بين يديكم، راه دغيا كتحيد له ديك القشره ديالو. ومن بعد هرمشتو كما كتشوفوا معايا هكا، ما طحنتوش كامل، يعني مازال عندي مرصويات باش ملي نكونوا كناكلوها كيبقى ديك كنحصلوا على واحد لو كروكون كيجي زوين في المذاق داك الساعه. هنايا عندي كاس ديال الزنجلان، حمرته حتى هو غير في المقله العافيه مهيله باش ما يتخطفش، عارفين دغيا كيتخطف الزنجلان وكيولي مر. غنحتاج لها واحد المعلقه صغيره من القرفه والعسل باش غادي نخلطها. هنايا بالنسبه للشوكولا انا اختاريت الشوكولا ولي، اللي كيعجبو الشكلاط يكون يعني مجهد في المذاق تاخذوا شوكولا نوار. عندي كيلو، غادي نقول لكم شحال هزات لي بطبيعه الحال في اخر الفيديو. وعندي شويه ديال الشوكولا بلون، هذا خلاص غير قليل كيبقى غير للتزيين. غادي تبقاو معايا في الفيديو كامله ان شاء الله، وغادي نشرح لكم كل شيء خطوه بخطوه. كانوا هادو هما المقادير كما شفتوا معايا، مقادير ساهلين وبساطين. دابا ان شاء الله ندوزو للطريقه. بالنسبه للطريقه يعني ما كاينش ما اسهل منها. غادي ناخذ ديك الجنجلان، غادي نزيدو ديريكتومون هنا على كاوكاو. على فكره اللي بغى يزيد اللوز راه ممكن تقدروا تفسخوا اللوز كما موالفين وتحمروه حتى هو تهرمشوه كما درتوا الكاوكاو. انا اكتفيت هذه المره غير بالكاوكاو والزنجلان، راه كتجي زوينه ما تحتاجوش تزيدوا اللوز الا ما كانش متوفر. غادي ندير معاها هكا معلقه ديال القرفه، ودابا غادي نبقى كنضيف عليها العسل حتى نحصل على الكثافه اللي بغيت. كاين اللي كيخلط بالنسلي والسي كيخلط شويه ديال النسلي مع العسل، انا كنكتفي غير بالعسل. غادي نكتفي بهذا القدر هو الاول، ومن بعد نشوف واش يكفي ولا نزيد. فوالا يعني الطريقه كما شفتوا معايا راه سهله وبسيطه. بالنسبه للطريقه انا خديت مول هكا صغير، بطبيعه الحال شفتوا معايا المقادير درت غير قليل. الا بغيتوا ديروا اكثر بطبيعه الحال غادي تكثروا من اللوز ومن الزنجلان وكاع من المقادير الاخرين. خديت هذا الاناء هذا البلاطو هذا لو مول عفوا، غادي نحط فيه لو بابي سلفوريزي باش يصلح لي منين ندير الشوكولا. المره الاولى يصلح لي انني نقلبها باش نعاود نغطيها المره الثانيه بالشكل. فوالا غادي ياخذ الفورمه ديالو بطبيعه الحال، غير نكب فيه هذه المقادير غادي يشد الفورمه ديالو داك الساعه. غادي نكب هنا هذاك الخليط ديال الكاوكاو واللوز، عفوا الكاوكاو والزنجلان، وغادي نحاول انني نبسطو رقيق باش تجي الطريقه ديالو رقيقه. وتجي كلها مقاده. هنايا من بعد ما طلقتها كما شفتوا معايا غادي نحاول انني نطلقوها مزيان. تحاولوا انكم يجي عندكم يعني في الاطار كامل او اللاطه كامله يكون السمك ديالها ونفسه، باش منين تقطعوها تجيكم يعني في السمك تجيك مقاده وتجي الشكل ديالها زوين. هنا غادي نخليها على جنب وندوزو بطبيعه الحال باش ندوب عفوا الشوكولا، وداك الساعه بقى لي غير نكبو عليها لا بروميير كوش. هنا كما شفتوا معايا من بعد ما ذوبت لك الشوكولا ولي، هنا بالنسبه انا هنايا ذوبت 340 غرام.
الطبقه الاولى غادي نكبها ديريكتومون هكا من فوق ديك الكاوكاو وديك الزنجلان، وغادي نحاول انني نسرحها. بغيت غير طبقه رقيقه ديال الشكلاط، ما تجيش ملي كتكون غليظه بزاف كتجي عاود كتقهم، اصلا راه دايرين فيها يعني كاوكاو مجهد مع ديك الزنجلان والعسل. غنحاول ندير غير طبقه رقيقه ديال الشوكولا. غادي نخليها ما ندخلهاش للثلاجه دابا الحال بارد، وغادي نحاول اول حاجه نقادها مزيان. غادي نجيب لا سباتول حسن باش نقادها، وغادي نخليها حتى تبرد تماسك، نقدر انني نقلبها. وغادي نقلبها على الجهه الاخرى وندير نفس الشيء. غادي ندوب عاود لو شوكولا نوار لو شوكولا ولي، وندير لها الطبقه الثانيه ديالها. فاصو غادي نشرح لكم كلشي بلا في لا فيديو، كلشي غادي نديرو معاكم ديريكتومون. هنايا من بعد ما تمسكت الطبقه الاولى ديال الشوكولا اللي درناها، نتوما غادي تشوفوا راني كنقدر يعني نتحكم فيها. درت من فوق ديك الطبقه ديال الشكلاط الاولى، درت من فوق منها البابي سلفوريزي باش يصلح لي انني نقلبها، ومنين نبغي نحيدها من الليمون ها نتوما يعني كتجي سهله. درت من فوق منها البابي سلفوريزي، قلبتها على الجهه الاخرى بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا ها نتوما، يعني لو شوكولا ولا لتحت، وديك الطبقه ديال لي كاكاويت مع ديك لو سيزام ولا عندي هنايا الفوق. هنايا ذوبت الشكلاط مره واحده اخرى نفس الكميه، وصافي بنفس الطريقه غادي نجي ونكبها عليه من الفوق. وذوبته ميمطون شويه ديال الشكلاط ابيض. غادي ما غاديش نخليه حتى يبرد لي هذا الشوكولا نوار، غادي نديرها عليه ديريكتومون باش ندير ديك الزواقه خلاص ديال الملفوي اللي معروفه. وكيكون هو هذا الشكل النهائي ديال الحلوى اللي وجدت معكم. كما شفتوا معايا طريقه سهله ومقادير بساطين وفي متناول الجميع، ودغيا كتوجد، ما كتحتاجش يعني ما كتاخذش الوقت بزاف. شويه ديك الشوكولا اللي خصكم تخليوه يعني ضروري انه يجمد باش تقدروا تحكموا فيه، تقلبوها وتعاودوا مره اخرى باش تقطعوها. هذا مكان واللي كنصحكم انكم ملي تبغيو تقطعوها كما شفتوا معايا في الفيديو، الشكلاط ما كانش قاصح يعني بزاف كما دابا. قطعته غير قديت نتحكم فيه انني نقطعو، صافي قطعته باش ما كتهرس لكمش هذيك الرخامه. كيبقى الشكل ديالها كيجي زوين. ها نتوما تشوفوا معايا حلوه لذيذه سهله بمقادير بساط ودغيا كتوجد. نتمنى يا ربي انها تكون عجباتكم وتعتمدوا هكا الحفلات ديالكم لما لا او لا. الا كانت عندكم شي عراضه وبغيتوا ديروا شي حلوه كتبقى حتى هذه فكره دغيا كتوجد كما قلت لكم وبمقادير بسيطه وسهله، وبالاخص راها لذيذه. هذه راه صراحه غنيه على التعريف، كلشي كيعرف يديرها. قلت نشاركها معكم بطريقتي اللي نتمنى يا ربي انها تكون عجباتكم وتعتمدوها ان شاء الله. واذا بغيتوا المزيد من الوصفات ما عليكم الا تدخلوا تشتركوا في القناه شهيوات رانيا، وما تنساوش تبارطاجيو الصفحه مع العائله والحباب فضلا وليس امرا، وما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير ديالكم للتشجيع. ما بقى لي غير نقول لكم الصحه والراحه، نعطيكم موعد جديد، فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. خليتكم في رعايه الله وحفظه، تبقاو على خير.